السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض أكلة بسيطة. كنت جايبة فراخ وخالية منها البانيه ودي الرقب والرجول والأجنحة وخلو البانيه. هجيب طبق أحط فيه شوية ملح، عليهم شوية فلفل أسمر، عليهم شوية بهارات فراخ، اقلبهم مع بعض وده هيكون التتبيلة بتاعتنا النهاردة. مقطعة بصل وطماطم وفلفل شرايح، هحط في الحلة من تحت بصل وطماطم وفلفل شرايح، هرش عليهم رشة من التوابل اللي انا عملتها، وهاخد كل قطعة اتبلها وارصها وارص فوقها البصل والطماطم والفلفل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اكلة بسيطة ومش مكلفة خالص، ما بتاخدش 10 دقايق وبتكون جاهزة. وبكده تكون الكمية كلها خلصت. هنديها رشة جوز طيب، حبهان، ورق لوري، كبيبة صيني، نحطها ربع كوباية مية ما تنشفش، تقعد نص ساعة على النار. كده استوت، هنديها تقليبة. هنعمل مع بعض رز. هنجيب حلة ونحط فيها معلقتين زيت، اول ما يسخنوا ننزل عليها كوبايتين مية ورشة ملح وهنغطيها، واول ما تغلي هنسقط الرز. هنجيب حلة نحط فيها معلقتين زيت، هنعمل مع بعض لسان عصفور. اول ما يسخن هننزل بلسان عصفور، هنفضل نقلب فيه لحد ما ياخد لون ذهبي، وبعد كده ننزل عليه بالمية. هنا كانت مية الرز غلت، هننزل بالرز. هنظبط المية بتاعته، انا بظبطها بالمعلقة. هنا كنت حطيت المية بتاعت لسان عصفور، المقطع ده اتحذف. هنحط له باكت مرقة دجاج فورية، حبة فلفل اسمر، واحدة حبهان بتديه طعم جميل قوي. وهنقلبه ونغطي عليه لحد ما يستوي. كده يكون الاكلة بتاعتنا خلصت. يا رب الفيديو ينال اعجابكم. استنونا في اكلة جديدة مع مطبخ سوق.